اليوم لقائنا بعطر جود مع ملحن ومغني مميز بأدائه وباسلوبه. رحبوا معي بالكينج عبد الله الهميم. مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب بخير. اليوم انا ضيف برنامج عطر الجود. ان شاء الله اكون خفيف ظل عليكم. عبد الله الهميم، السؤال الأول: أنت من مواليد بغداد 1990، وأول آلة امتلكتها كانت العود وبعدها البيانو. منو من ذني الآلات أقرب لروحك؟ عبد الله هميم فنان عراقي، مواليد بغداد برج الحمل. ما راح اقول لكم ايش قد مواليده احسن. اول آلة امتلكها البيانو، جاني هدية من كنت صغير بين عمر 7 سنين او 9 سنين. حبيت الفن من وراء هاي الآلة ولحد الان مستمر وياكم. ان شاء الله نقدم لكم شغلات حلوة. وصلتني معلومة أنك تحترم الوالد والوالدة ولهم مكانة خاصة بحياتك، شنو توجه لهم كلام؟ هاي بوستي الام وابويا، احبك ابويا واحبك يوم، والله ان شاء الله يطول بعمركم. تحياتنا للوالد والوالدة، ربي يطول بعمرهم. أغنية هدي هدي من ألحانك وكلمات حيدر الأسير، شنو سر أدائك وإحساسك بها بحيث مرت سنتين الأغنية لحد الآن مسموعة؟ هدي هدي هي الانتقالة الحقيقية بحياتي. اكتشفت من خلالها لون جديد داخل عبد الله الهميم، وهي من كلمات الشاعر حيدر الأسير. أوجه لك تحية حيدوري. جيفاير، عمار مجبل، محمد الشيحي، فنانين تعاملت معهم ديو وكانت أعمال ناجحة. منو من الفنان بداخلك تتمنى تسوي وياه ديو؟ اكيد جاي فاير، فنان راقي ومبدع وكبير، اوجه له تحيه، وعمار مجبل كذلك، ومحمد الشحي وكل الفنانين. بس موضوع الديو اتمنى اسوي ديو قريب ويا فنان نجم. هذا الامر يعني ما اعرف، هذا عايفي للوقت، وان شاء الله راح نسوي ديوهات ويا اكثر من فنان. اكيد اوجه لهم كلهم تحيه وعلى راسي. عبد الله الهميم، أي أغنية سمعتها وتمنيتها تكون إلك؟ هواية اغاني يعني تمنيت انا اغنيها، ما اريد اظلم ذائقتي. وبالنسبه للموضوع الاخر انه لمن تتمنى الحن، اكيد اتمنى. كملحن انتشرت أعمالك بكل الوطن العربي، انطينا اسم تتمنى تلحن إله. الحن للفنان الراقي حسين الجسم. بكلمة تخطر على بالك عبر عن الأطفال والمرأة. اكيد الاطفال يعنوا لي البسمه، والمراه هي السند للرجل بهاي حياته الصعبه. إذا أنطيتك تحقيق أمنية واحدة، شنو أول أمنية تخطر على بالك وتريد تحققها؟ كل امنياتي الشخصيه اتنازل عنها، امنيتي واحده بس، ان يسود الامن والامان والسلام على بلدي العراق الحبيب. ألبوم بابل سومر كوكتيل، مزيج من فرح ضياع حزن، حالات متنوعة. اختيار الأغاني كان مبني على شنو؟ ألبوم بابل وسومر مبني على كل موقف صادفته بحياتي. ألبوم بابل وسومر هو الانتقالة الجديدة بحياتي. كل المواقف الصعبة الحلوة، المواقف الحزينة السعيدة، كلها مرت بها وغنيتها بهذا الألبوم. عبد الله الهميم، أنت السبب بيك الذنب، لا أبد ما تعرف تحب، كلمات قمة المشاعر. فعلا عذاب المتابعينك. ممكن مقطع حصري إنه بنينا هوهام، أيام أيام ضاع حبنا بأيام. الله الله على هالصوت، فعلا صوتك مميز. نشكرك أنا ومتابعيني على الأغنية الجميلة. وأخيرا نشكرك بعطر جود بإحساسك وذوقك وألحانك وشخصك اللي من البرنامج عطر خاص. نتمنى لك كل التوفيق. شرفني اليوم كنت ضيفكم على هذا البرنامج الحلو والجميل، وأتمنى لكم الموفقية وكل الحب والاحترام.